بالنسبة لإصابة مبابي وإنه كيليان مبابي ما راح يلعب اليوم أمام بنفيكا، بس قبل لا نبلش طج المتابعة واعمل اكسبلور للفيديو. مصادر النادي نفسها بتقول إنه القرار سيتخذ غدا، ومصادر مقربة من اللاعب بتقول إنه اللاعب ممكن يشارك أمام بنفيكا. يعني لحد الآن ما في أي إشي رسمي إنه كيليان مبابي راح يغيب عن مباراة بنفيكا اليوم. وبالنسبة لتيبو كورتوا إنه ما راح يجدد عقده مع ريال مدريد. بالفعل ريال مدريد بلش يبحث عن خليفة لتيبو كورتوا بالنادي، بالرغم إنه ريال مدريد بيعرف إنه ما راح حدا يوصل لمستواه، وما في حدا بمستواه اصلا حاليا في العالم. بس فعليا بلش ريال مدريد بيبحث عن حارس جديد عشان يكون بديل لتيبو كورتوا. وبالنسبه لمباراه اليوم ريال مدريد وبنفيكا، غرفه ملابس ريال مدريد اللاعبين كلهم بدهم يواجهوا بنفيكا وبشده، وهم حرفيا زعلانين من الاشي اللي صار من بريستياني، وراح يفشوا غلهم في بنفيكا من وراء هذا اللاعب. وفينيسيوس جونيور وهاوسن وتشواميني وكاريراس الاربعه مهددين بالايقاف في حال اذا واحد فيهم اخذ انذار اصفر اليوم بيغيب عن دور ال16 في دوري ابطال اوروبا. وبتمنى انك تطج المتابعه قبل لا تطلع من الفيديو. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.